كيفني ما كتكونش مكتابه لك وما مكتاباش لك واخا دير اللي درتي. هذه هي اللقطه ديال ابراهيم دياس اليوم مع ريال مدريد فاش دخل كبديل وسدد واحد السديده رائعه غادي تضرب في العارضه. كان غادي يكون هدف رائع، ولكن شوف سبحان الله بغات الاقدار على ان الكره تضرب العارضه ويجي النجم الانجليزي جود بيلينغهام ويخشيها في الشبكه مسجلا الهدف الثالث ديال الريال. والريال كترجع الانتصار الثاني على التوالي. اليوم رجعت 3-0 في المباراه امام ليغانيس اللي بصراحه لاول مره في هذا الموسم هذا في الدوري الاسباني كنحس على ان كيليان مبابي قدم النسخه اللي كنعرفوها ديال مبابي. والسر بالنسبه لي هو انه اليوم لعب في الجهه المفضله ديالو على الجهه اليسرى، وهذا الشيء ما منعش على ان حتى فينيسيوس يقدم مباراه كبيره. اما هذا نص بلاصه هذا اردا غولير ويلي على ماتش دار ما يمكنش. النقطه السلبيه الوحيده اللي ضراتني هنايا هو ان مره اخرى كنشوف ابراهيم دياس ما داخلش في المخططات ديال كارلو انشيلوتي. ابراهيم دياس خاصو يمشي في حاله من ريال مدريد، انه واخا يتالق مع المنتخب واخا ماركي ثلاثيه واخا يكون هداف ديال الاقصائيات الافريقيه واخا يكون اللي بغى يكون شي واخا يدخل في مباريات هامه ديال الريال ويلعب ويعطي. كارلو انشيلوتي عمرو ما غيعطيه يدخل اساسي وما عمرو ما غيعطيه الثقه وتيبان على انه ما داخلش في المخططات ديالو. وبصراحه انا كيبقى فيا لانه خويا كنشوف ابراهيم دياس واحد اللاعب اللي واخا ما كتعطاش له الفرصه ملي كيدخل كبديل دائما تعطي اللمسه ديالو. ها انت الهدف الثالث ديال الريال اليوم اللي سجلوا بيلينغهام جا من اللمسه ومن التسديده ديال ابراهيم دياس اللي قاصت القائم وجا كملها النجم الانجليزي جود بيلينغهام. وراه العالم كامل ولا كيعرف على ان ابراهيم دياس ملي كيدخل كبديل مع ريال مدريد ضروري ما كيعطيك الاضافه. ما تنساوش المباراة الأخيرة اللي الريال فاز فيها على أوساسونا بنتيجة 4-0. ابراهيم دياس دخل لعب تقريبا نقدر نقول لك 60 دقيقة ولعبها بطريقة كبيرة وعطى فيها تمريرة حاسمة لفينيسيوس جونيور وقدم مستوى كبير وتألق عاوتاني من بعد مع المنتخب الوطني المغربي. يعني اللاعب راه فورمه مزيانه، ولكن بالرغم من هادشي هذا كامل كارلو انشيلوتي فضل يدخل اردا غولير اللي حتى هو اتونسيون قدم مباراة واعرة اليوم. واش عمركم سمعتوا داك المثل اللي تيقول ضرب عصفورين بحجر واحد؟ ايوب الكعبي اليوم ضرب 3 بحجر واحد. الاول هو انه سجل ثلاثيه تاريخيه في الكلاسيكو ديال الدوري اليوناني ما بين اولمبياكوس وايكا اتينا. الثانيه هو ان رسميا بهذا الفوز هذا وبهذا الثلاثيه اللي سجل اليوم ايوب الكعبي كيمنح الصداره ديال الدوري اليوناني للفريق ديالو اولمبياكوس. والثالثه اللي بالنسبه لي هي الاهم هو ان رسميا اليوم ايوب الكعبي هو الهداف ديال الدوري اليوناني ب10 ديال الاهداف. مهاجم كبير اسد اللهم بارك. ماشي سهله باش 31 سنه تكون الهداف ديال اولمبياكوس اليوناني وديال الدوري اليوناني من بعد داكشي كامل اللي دوزو في الحياه ديالو وفي المسيره ديالو، اللي ممكن نقول على ان بصراحه كنت نتمنى تكون عنده واحد المسيره افضل. كان يستاهل يكون في واحد الفريق افضل في واحد الدوري افضل من الدوري اليوناني، ولكن شاءت الاقدار. الحمد لله ايوب الكعبي مشرفنا وهز الرايه المغربيه.